السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير بصحة وعافية. أنا خيرية وهذه قناتي. اليوم جبت لكم وصفة الآيس شوكليت لمحبي الشوكولاتة، طبعا منعش ولذيذ في الصيف. وصفة جدا لذيذة ومضمونة ومقاديرها بسيطة، ومكوناتها موجودة عندنا في البيت. يلا نسمي الرحمن ونبدأ بوصفتنا. مقاديرنا لوصفتنا رح نحتاج عندنا 5 ملاعق كبار من الكاكاو البودر المنخول، وعندي 5 ملاعق كبار كمان من السكر العادي الحبيبات، لتر من الحليب البارد المثلج، ونص كوب معايا من الموية العادية، وعندي كمان شوية فانيليا تقريبا كذا نص الملعقة الصغيرة. راح أضيف نص الكوب الموية، وأضيف عليه 5 ملاعق كبار من السكر، وحضيف كمان عندي نص الملعقة الصغيرة من الفانيليا، سواء سائلة أو بودر بالطريقة هذه. وراح أضيف عندي كاكاو 5 ملاعق يكون منخول علشان يسهل علينا خلطه. طبعا تكون نوعية حلوة علشان هي راح تديلك طعم للشوكولاتة اللي راح نعمله مع بعض. نحط المكونات هذه كلها في الخلاط، ونشغل عندنا الخلاط ونخلطه كويس إلين ما يتجانس معايا الخليط، وتذوب عندي حبيبات السكر كلها كامل. صدقوني مشروب لذيذ جدا وكمان موفر، راح يعمل لك كمية يعني كبيرة من الآيس شوكليت بمكونات اقتصادية زي ما انتم شايفين معايا كده. راح نخلط الخليط إلين ما يتخلط معايا كويس، وحضيف عليه بعدين لتر الحليب اللي عندي اللي هو حليب بارد مثلج. حنضيف الحليب ونشغل الخلاط مرة تانية ونخلطه كويس إلين ما يتجانسوا كمان مع بعض. لكل محبي الشوكولاتة صدقوني راح تعجبكم الوصفة. لا تنسوا اللايك للفيديو وشير وسبسكرايب للقناة، وانشروا قناتي، رابط قناتي عند أصدقائكم علشان تكبر قناتي. أنا دايما أحب أنتقي لكم الوصفات البسيطة والسهلة والاقتصادية، بحيث إنه كل واحد يقدر يعملها ويستمتع بالطعم الحلو. زي ما انتم شايفين الخليط صار عندنا جاهز بالطريقة هذه، وأنا مجهزة عندي أكواب. شوفوا الخليط معايا كيف، وأنا مجهزة عندي هنا أكواب حاطة فيهم ثلج، مكعبات الثلج بالطريقة هذه. راح نصب الخليط عندنا على الكاسات اللي أنا مجهزتهم. يا سلام، مشروب جدا لذيذ ورائع. أتمنى أن فيديو اليوم يكون عجبكم. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. أستودعكم الله حبايبي، في أمان الله. باي باي.